شوفوا الموضوع هذا كثير شفتوا الناس حكت عليه، وشفت الناس يعني انتبهوا ركزوا مع موضوع سارة وغيث. أنا سارة وغيث شفتهم في الحقيقة، شفتها سارة قديش أنها في الحقيقة إنسانة متخلقة ومتربية، مش عارفه كيفاش بفسرها لكم. انسانه تدخل روحها في الجو، انسانه مش زي السوشيال ميديا ابدا ابدا ابدا. انا ساره وقت في المقلب الفيديو اليوتيوب كيف حضنتني وكيف كانت معايا وكيف كانت سند، تحسها كلي هم يعملوا فيا المقلب وهي كانت معاهم في المقلب، بس مش حامله لداخل المقلب، مش حابه، كانت مش حابه. انتم ورا الكواليس حضنتني كثير وفي كثير يعني مونتاج نشال، كانت كثير حنونه. فوقت الشيء هذا اللي صاير، لكن اذا انتم حسيتوا انها قررت تعتزل، يمكن تقول هي تحس حالها انه مش متاع الناس هذوما، مش متاع المجتمع. كيف هذا الناس خمت بالخبث هذا؟ هي ما تشوفش روحها في المكان هذاك، تشوف المكان هذاك كله خبث، كله ناس قدرت انها تشوه صورة انسان. يعني هي مخها حتى تقول حتى لو يضروني في تعليقات، انهم يضروني المضره ديك مستحيل. مخها ما استوعبش الخبث هذاك. مخها حتى لو يقول انا في السوشيال ميديا يمكن تجيني تعليقات سلبيه، يمكن اتعرض مش عارفه، بس مخها ما استوعب الخبث اللي ينجموا يوصلوا له الناس. فلهيك قررت انها تبعد، لانه في ناس اخرين يقول لك عادي يعني يلا نزلتولي اوكي والحياه مستمره. هي ما حملتش على نفسها، شفت حتى عائلتها يعني نزل. والله شنو نحب نحكي لكم، انا واحده من الناس اللي صار معاها يمكن يقدر يكون صار مع اي طفله، وانها اشتكت حقها و100,000 حقها، وكنا معها وتاخذ حقها. ويا ربي يا ربي يعني اللي يوصل عمل الشيء ذاك ان شاء الله يا ربي يتحاسب في الدنيا قبل الاخره، ولا يطلب منها الاعتذار ويطلع ينزل فيديو يعتذر عندي انا وكاو. لانها ما تستاهل الصراحه. والله سخفتني كثير انزعجت هيك عليها وسخفتني وقلبي وجعني. اول ما شفت الفيديو قلت ان شاء الله يعني الناس اللي يعرفوها في الحقيقه ان شاء الله ما تنجعش هكا في الدنيا وما يخربش مودها. تسمى بنت قويه على فكره، هي تتسمى بنت قويه. في بنات اخرين راهو نفسيتهم تتدمر، في بنات اخرين يمكن حتى يفكروا في اشياء مش حلوه. رسالتي ليها بقولها انت بنت قويه، ومتابعينك يتعلموا منك القوه، واللي صار معاكي يمكن يقدر يصير مع اي بنت. فكوني انت عادي قدوه للبنات، واحكي لهم كيف يتخطوا الشعب، كيف مش الشعب، الفئه المعينه هذه، الناس اللي تطلع وتعمل، كيف يتخطوا الكراهيه، كيف يتخطوا الحزب. لانه الفئه ديك موجوده في حياتنا، فانتي كوني نموذج حتى تعلمي الناس المتابعين عندك كيف يتخطوا وكيف يتجاوزوا وكيف يكونوا اقوياء. وان شاء الله تطلعي لنا بالفتاه القويه اللي تعودنا عليها، الفتاه اللي تنصح، اللي معنا ساعات يطلعوا لي فيديوهاتها في تيك توك والله كيف تنصح، كيف مع متابعينها، كيف تعمل فقرات مع متابعينها. زي ما في ناس عملت لك، في ناس كثير تحبك، كثير ناس تحبك. انتبهي تخليهم، انتبهي ثم انتبهي تخليهم، انتبهي. وانا نفرح وقت اللي نشوفها رجعت ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ترجع في ستوري تقهرهم، لانهم هما هيك بدهم، هي ترجع تقهرهم غصبا عنهم. ان شاء الله غايت مش راح يخليها، اكيد راح يكون سند ليها وراح يشجعها انها ترجع. انا متاكده انها راح ترجع. واليومين هذول راح ترجع الفتاة القوية اللي تعودنا عليها، البشوشة المرحة.